ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة يا رب تعجبكم ان شاء الله وتستفيدوا منها. بدل ما احنا بنروح نشتريها من الشارع ومش عارفين مصدرها ايه، فاحنا نعملها في البيت افيد بحاجة احنا كلنا بنرميها، يعني حاجة مش مكلفة وفي نفس الوقت استخداماتنا فيها كتير. تمام. الاول احنا معانا ايه؟ النقع بتاع البلح، طبعا كلنا عارفينه. النقل بتاع البلح احنا بنرميه مش بنستخدمه. تمام. فانا دلوقتي هقول لكم بقى على وصفه احنا هنعمل بيها بالنقع بتاع البلح، بعد كده مش هترميه خالص. تمام. انا معايا هنا النقع بتاع البلح ومش هحط عليه اي اضافات، بس هوريكم خطوه بخطوه هنعمل بيه ايه. تمام. احنا هنعمل بيه الكحل بيتحط في العين. ناس كتيرة قوي بتشتريه من بره ومش عارفين طبعا الحاجة اللي بنحطها جوه عينينا ديت هي ايه وبنجيبها منين. فاحنا نعملها في البيت افيد واحسن. تمام. قبل بقى ما نبدأ، يلا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش اللايك لو المحتوى عجبكم، ويلا بينا نبدأ. بصوا هنا يا بنات، انا حطيته في حاجة علشان اغسله. تمام. هبدأ ان انا بقى اغسله كده بايدي جامد جدا. بصوا المية بدأت تتوسخ ازاي. شايفين؟ هو بيبقى فيه كده زفلطة في البتاع، فاحنا لازم ان احنا نشيلها. تمام. هنبدأ بقى ان احنا نعمل كده 5 مرات. تفضلي تغسليه وتشيليه تغسليه وتشيليه 5 مرات لحد ما ينضف، وهوريكم الخطوة اللي بعد كده. انا هعمله ال5 مرات وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعة، انا كده خلاص غسلته ال5 مرات اللي قلت لكم عليها، وبعدين انا بدأت كده احطه على الفوطة علشان خاطر انشفه. وبعد ما انشفه بصوا هتلاقوا معانا هنا في قشر كده لسه ما بيتشالش، انت ممكن تشيليه بايدك. تمام. بس المهم ان هو يبقى اتغسل كويس، يعني المهم يبقى اتغسل كويس. يعني شايفين القشر؟ انا بشيله اهو بايدي. المهم هو يبقى اتغسل كويس. احنا بقى نبدأ ننشفه كده مع بعض. بصي يا بنات، هو كده دلوقتي نشف. اديني نشفته اهو معاكم. تمام. انا كده اهو بعد ما خلصت بقى تنشيف فيه، انا كده بقى هاخده هقوم حطاه في حاجة. ممكن تحطيه في الصاجة بتاعة الفرن، تحطيه في اي حاجة يعني نضيفة. المهم ان هي تكون نضيفة. تمام. لان ده احنا بنستخدمه في عينينا، فمش اي حاجة طبعا في العين. يعني احنا هنعمله في البيت، فلازم بقى نكون ايه عارفين ايه اللي هنستخدمه وايه نضيف وايه اللي مش نضيف. تمام. فانا هبدأ بقى ان انا احطه كده في حاجة ستانلس، هدخله الفرن. ده هدخله الفرن النقع لغاية ما احرقه. تمام. انا هعمل يعني هعلي درجة الحرارة وهعملها فوق وتحت علشان خاطر ان هو يتحرق معايا بسرعة. وبعد ما يتحرق هرجع لكم اوريكم شكله عامل ازاي وندخل على الخطوة اللي بعديها. بصوا يا جماعة، هو كده خلص اهو. سيبته لغاية ما اتحرق. هبدأ بقى ان انا احطه في الكبة واضربه واوريكم شكله عامل ازاي. بص انا كده يا جماعة طحنته. هبدأ بقى ان انا اعمله بالصفاية. ابدأ علشان الخشن يفضل موجود والناعم هو اللي ينزل لي بس. هعمله وارجع اوريكم هيبقى شكله عامل ازاي.
بصوا يا جماعه انا اهو بصفيه كده. بصوا لما جيت اخدته بايدي، بص الكحل عامل ازاي، كحل طبيعي 100%، تحط في العين، احسن من اللي بنجيبه في الشارع من الشارع. بعد ما هخلصه هوريكم انا جايبه له اصلا مكحله هحطه فيها، وهوريكم الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. بصوا هما اللي طلعوا منه، شايفين بقوا عاملين ازاي. بصوا انا هبدأ بقى ان انا احطه في المكحله دي بورقه نتيجه او باي حاجه. شايفينها عامله ازاي، هحطها وهوريكم. بصوا يا جماعه انا كده خلصت تمام. هحط اهو البتاع قدامكم. بصوا يا جماعه انا قفلت الكاميرا علشان اجربها على ايدي، عشان ماسكه التليفون بايدي التانية. فاخدته وعملته على ايدي. انت لازم تبليها ميه قبل ما تحطيها علشان الكحل يمسك معاكي، والحاجات الطبيعيه في البيت احسن من الحاجات. وبكده يا بنات اكون خلصت فكره فيديو النهارده. يا رب المحتوى يعجبكم يا رب، وتعملوا لي لايك. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا اشوفكم في رعايه الله. باي باي.